من الوصفات اللي كلنا بنحبها ومفيش حد بيختلف عليها صينية الفراخ بالبطاطس. هعملها النهاردة معاكم بطريقتي، بطريقة مختلفة شوية، بس النتيجة هتعجبك إن شاء الله، ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي لأن فعلا طعمها وريحتها خطيرة. هتحسي إن انتي بتاكلي بطاطس وفراخ يعني مختلفة تماما عن كل مرة. التتبيلة والخضار هم ايه؟ عندي بصل، عندي فلفل اخضر وممكن نضيف فلفل حامي عادي، وعندي كمان طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وكمان 5 فصوص توم. التوابل: بابريكا، سماق، فلفل، كمون، كزبرة، حبهان ومستكة وورق لورا مطحونين، وشوية قرفة صغننين، وملح وفلفل. وهضيف ده كله على البصل والطماطم والفلفل والثوم، وبايديا كده هبدأ اجمع كله مع بعضه، وزي ما بيقولوا افركهم بايديا. في الوقت ده اكون جايبه فراخي وغسلها كويس قوي، ونقعاها وغسلها بالليمون والملح، لان اهم يعني سر من اسرار نجاح صينيه الفراخ بالبطاطس او صينيه الفراخ مع اي خضار عموما ما يكونش فيها زفاره. هاخد نص الخضار وهضيفه على الفراخ، وهبدأ ان انا هقلبه كده مع بعض علشان تشرب من الخضار والتتبيله دي. وباقي نص الخضار هسيبه في الصينيه زي ما هو، وهضيف عليه البطاطس. اي تقطيع بتحبيها اعمليها. انا قطعتها كده صوابع تخينه محمله، وهبدا ان انا اتبلها واجمعها مع بعض كده، واتبل البطاطس بالخضار علشان الريحه والطعم تبقى في كل حته في صينيه البطاطس. خلي بالكم، انا عملت كده التتبيله او يعني تجميع البطاطس مع الخضار والملح والفلفل والتتبيله كلها علشان خاطر ميبقاش حته فيها يعني نكهه وحته لا. لازم اقلب كده كويس، وبعدين ارجع احط الفراخ على وش صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين، وباقي الخضار احطه تاني على وش الفراخ. وهنا اساوي كده، لان الشكل ده النهائي اللي هيتحط على السفره. هاجي بعد كده اكون عندي اي زيت نباتي هضيفه عليها. هضيف شويه من زيت النباتي، حوالي 4 معالق من زيت النباتي على الصينيه بتاعتي. وهيكون عندي ورق فويل هغطيها بيه وادخلها الفرن. اول ما تستوي وخلاص استوت هشيل الفويل وهسيبها تحت الشوايه تحمر وتاخد لون احمر زي ما انتم شايفين. سهله جدا. هاخد منها بقى، خدي من الصوص اللي نازل منها ده وحطي بقى على الرز وصينيه البطاطس معاها. حاجه كده خطيره. وكلي بقى بطاطس وفراخ وادعيلي، هتحسي بالفرق وهتحسي بالطعم المختلف، قد ايه طعمها حلو ونكهتها جميله.